الزمالك اتهزم بفعل فاعل اللي هو سوء الإدارة في نادي الزمالك. المفروض الناس اللي عندها فيجن وعندها رؤية وعندها بعد نظر بالنسبة للإدارة، انت فقدت المنافسة على بطولة الدوري العام من شهر تقريبا. حضرتك المفروض عارف ان في مسابقة لكاس مصر موعدها كذا، يبقى من المفترض ان انت وانا مع راحة اللاعبين عشان هم مش ماكينات و الكلام دوت. من شهر فات كنت أرحت اللعيبة بتاعتك الاساسيه وجيت اديت لهم الراحه السلبيه اللي هم عايزينها اللي هم يستحقوها و الكلام ده، وكملت الموسم بالناشئين في الدوري واعلنت ده للراي العام، لان انت بتجهز الفرقه لكاس مصر والسوبر، وكنت خدوا الراحه بتاعتهم وجهزت اللعيبه الاساسيه واللعيبه بتاعتك العناصر الخبره لبطوله كاس مصر. كنت جبتهم من اسبوع او 10 ايام، عملت لهم التاهيل المناسب عشان يلعبوا بطوله كاس مصر. ولكن اللي حصل في نادي الزمالك ده عبث. بطوله مهمه زي كاس مصر ان انت تسمح للمدير الفني جوميز ان هو ياخد الاجازه بتاعته ويسافر كانها وبيدي ايحاء للعيبه بتاعته، او ان هو بطوله مش مهمه، رغم ان هي بطوله في غايه الاهميه وغايه السهوله. الزمالك اهدر اسهل بطوله كاس مصر السنه دي، مش موجود معاك المنافس التقليدي اللي هو النادي الاهلي. المنافسه اصبحت في غايه السهوله، ولكن مفيش تركيز، مفيش اداره حكيمه كانت تدي اللعيبه الراحه السلبيه بدري قبل ما يكبس عليك بطوله كاس مصر وتضطر تلعب باللعيبه البدلاء واللعيبه الشباب. زياد كمال دفعت فيه 30 مليون جنيه عشان يطلعك من بطوله كاس مصر. عملت لعلمك لو كان جاب جون كان خد، شوف انبي كام فيها دي، ده كويس انا ضيعت يا باشا 30 مليون جنيه 30 مليون جنيه زائد 100,000 دولار اتدفعوا لانبي في بطوله الكونفدراليه، وفي النهايه المحصله ان هو طلعك من بطوله كاس مصر. مصطفى الزناري انا عيان يا عبد الناصر، مصطفى الزناري انت بتعمل يعني ايه تاكلينج اعمل فاول اتطرد. يعني انا لو الزناري ده شد المهاجم بتاع طلائع الجيش قبل ما يروح على البتاع ده وياخد كارت احمر، خلاص ده هو الحكم هيصفر. يعني انت لو الزمالك هيلعب ناقص كام ثانيه، ما هو ده بقى اللي هي التصرفات وحاجات فرديه بتخلي الواحد يعني ايه ينفعل. ان انت ماتش كان في المتناول رغم كل اللي حصل ده ورغم السلبيات ديت، مباراه كانت في المتناول. طب انت للزناري ليه ما عملتش شده من الفانيلا، هاته من رقبته، اعمل له اي اطرد انت مش مشكله. كنت انت كان فاضل 10 ثواني ولا 20 ثانيه. ما انا بقول لك كنت تخش انت يا محمد شده. شده ليه؟ هو الكرة شده. لا انا عايز افهم بس. لا يعني انت في اخطاء فرديه يا جماعه، المدير الفني مش موجود، الاداره مش منتبهه ان في بطوله كاس مصر مهمه في الامور دي. وفي النهايه طبيعي جدا ان انت تخرج من اسهل بطوله لكاس مصر يعني من سنين طويله. انت متخيل ان الراجل اللي قدامك ده واللي بتسمعه ده محمد الشرقاوي كان في يوم من الايام بيتريق على النادي الاهلي ويقول لك النادي الاهلي في المنطقه الدافيه مش هينزل، كان بيتريق على نجوم ولاعيبه النادي الاهلي، كان بيتريق على الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، مع انه كان بيعمل في قناه النادي الاهلي. فانا حابب يعني اقول له لازم تشوف نفسك دلوقتي، والايام دي لازم تبقى فيها عبره وعظه لكل من يتطاول على النادي الاهلي. حسره وانهيار شديد جدا جدا لمحمد الشرقاوي وهزازي الرؤوس اللي كانوا بيعملوا في قناة نادي الزمالك بعد الخسارة والخروج من كأس مصر والخروج خالي الوفاض من موسم صفري لنادي الزمالك. نتمنى لكم المزيد، نتمنى لكم عدم الفوز بأي بطولة، ده شيء أكيد يعني في منتهى يعني السهولة واليسر. فعشان كده أنا متشفي فيك وبقول أنا شمتان فيك، لأن أنت تستحق